كلما نزلت في افريقيا وتغمقت اكثر كلما ضاع المنتخب المغربي في النسخ التي تقام في افريقيا السوداء. شأنه شأن الجزائر وقليلا تونس، بينما يبقى المنتخب المصري شعر هذه المرة دائما اختلاف في العقلية المغربية. لكن حذاري من الاغترار بأن المنتخب نشط نصف نهائي كأس العالم. كأس العالم في قطر شيء، وكأس أوروبا في أوروبا شيء، والكان في أدغال إفريقيا شيء آخر مختلف تماما. لو شاهدنا أو استعرضنا تشكيلة المنتخب المغربي واحدة من أقوى التشكيلات في إفريقيا إن لم تكن أقواها على الإطلاق. نعم. إلى المجموعة السادسة التي تضم المنتخب المغربي، منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب تنزانيا بقيادة عادل عمروش المدرب الجزائري، ومنتخب زامبيا. لو نبدأ بالمنتخب المغربي، الكثيرون يرشحون المغرب للتتويج بكأس أفريقيا بالنظر لتألقهم في نهاية كأس العالم ووصولهم للمربع الذهبي. مرشحين باش يمشيوا بعيد محمد، ولكن دائما نقعد انا نقول لك باللي المغاربه في افريقيا ادغال افريقيا عندهم مشكل محمد. صعب باش المنتخب المغربي راح يقدم واش قدم في كاس العالم في قطر، نسخه قطر، لان تمام الكره تمام مختلفه. هنا راح تلعب في افريقيا، افريقيا صعبه جدا، وهذا هذا الكلام اللي نقولوه يعني نجم نقولوا حتى على المنتخب التونسي ولا على المنتخب الجزائري. امين. من بين أقوى المرشحين على الورق، ولكن كأس إفريقيا صعب جدا أنك تعيد نفس أو تكرر نفس الإنجاز الذي أو على الأقل نفس الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 في قطر. ولكن نظرا لما يملكه المنتخب المغربي من أسماء، فمن الممكن جدا أن يكون واحدا من طرفي مباراة النهائية. عنده نجوم كبار في هذا المنتخب، مدرب شاب يسير المجموعة بطريقة أكثر من رائعة، عنده حكيمي، عنده أوناحي، عنده نصيري، عنده الحارس بونو، عنده زياش، عنده شادي، رياض شادي، عنده زلزولي، عنده تشكيلة رائعة، عنده أسماء رنانة. الآن كيف سيتم توظيفهم، خصوصا أنه الركراكي كان شجاعا للغاية واستبدل الكثير من الأسماء التي خاضت معه. نعم، 11 لاعب ممن خاضوا معه معركة قطر استبدلهم، وكان صريحا مع الجماهير حين قال أنا أستدعي من أراهم ثابتين في المستوى من أجل مصلحة المنتخب، ولا تهمني الأسماء التي لعبت معي كأس العالم. لذلك سنرى هذا التغيير. مستدعى لاعب نادي باري رقم 21 في كأس العالم. نعم، هذه التغييرات سنرى كيف ستعود على المنتخب المغربي وكيف ستؤثر على أداء المنتخب المغربي في هذا الكان. صديقك عادل العمروش يستعد لقيادة المنتخب التنزاني بعد معسكر ناجح في مصر. هو عادل انا تكلمت مع محمد يقول باللي راح نمشي للدور الثاني. قلت له عندك المنتخب المغربي، عندك فاز عليك في تصفيات كاس العالم، قال لك لا هذاك شيء اخر. بين الحاكم كان عنده دور كبير في المباراه هذه، ولكن اليوم قال لي نقدر نمشي للدور الثاني، وحضرنا للمنتخب كما لازم الحال، ومن بعد كل شيء ممكن في المجموعه هذه. نعم. عندي معلومات بأنه طلبك كمستشار في نهاية كأس أفريقيا، ولكنك رفضت المهمة، لماذا؟ وحقيقة طلب مني باش نخلف الناخب سابق سعدان رباح، ولكن كنت شوية تعبان وصبت بكورونا محمد. صحيح. كان عيط لي فؤاد بوعلي باش ننتقلوا نديروا التأشيرة تاع مصر وتاع كوت ديفوار، ولكن اعتذرت قلت له ما نقدرش نمشي، راني مريض تعبان ما نقدرش. نعم. وهو مشكور على كل حال، ونتمنوا لهم عادل عمروش يستعين بكفاءات جزائرية في أدغال إفريقيا، وأمضى بجواز السفر الجزائري، هو خير سفير لكرة القدم الجزائرية، يشرفنا في كل مكان. تحية له لأنه يحب وطنه ويحب أيضا أبناء بلده، ونتمنى له كل التوفيق في نهاية كأس إفريقيا رفقة المنتخب التنزاني. لو نعود إلى المنتخب المغربي، لطالما المغرب امتلكت تشكيلة ثرية، تشكيلة قوية، وكانت مرشحة في الكثير من الأوقات لأن تفوز بكأس إفريقيا، ولكن المغرب لم ينجح كثيرا ما عدا نهاية 2004 وفوزه أيضا بكأس إفريقيا في الزاير في السبعينات، في عام 78 على في 76 في عام 1976 في الزاير. المغرب غير موفق في افريقيا.
نتكلم لك محمد قاسي سعيد تكلم كثيرا على كأس إفريقيا، ليس بمثل كأس العالم. محمد، المعايير تختلف. المنتخب المغربي الآن غير 11 لاعب. لماذا الركراكي غير 11 لاعب؟ لأن حقيقة الميدان محمد هي من تكون الفاصل الوحيد، لأن المنتخب المغربي هذه المرة كأس إفريقيا محمد تجرى في أدغال إفريقيا. لو كانت تلعب في تونس أو الجزائر أو المغرب، يعني في شمال إفريقيا، يقدر يكون كلام بالنسبة للمنتخبات شمال إفريقيا. لكن محمد هي تلعب في أدغال إفريقيا، تلعب في درجة رطوبة جد عالية محمد ستكون على اللاعبين. هذه أشياء كلها عوامل دائما ما تؤثر على اللاعبين الذين ينشطون يعني في شمال إفريقيا على غرار الجزائر، تونس، مصر والمغرب. راح تكون صعوبات كبيرة محمد بالنسبة للمنتخب المغربي على غرار المنتخبات الأخرى. والمنتخب المغربي محمد يمتلك عناصر ذو جودة عالية في الهجوم، في وسط الميدان، عنده توازن كبير. لما تشوف مدرب محمد غير 11 لاعب، يعني هنا وش تستنتج أن هذا المدرب برقراقي هو يتابع اللاعبين عن كثب، والتغيير هذا لم يأتي بمحو يعني الصدفة، جاء يعني عبر معايير ومقاييس جد دقيقة بالنسبة لناخب وطني اللي يحترم المهنة تاعو. شفنا اليو سيسي محمد من 2019 نعم. إلى غاية كان الكاميرون غير تقريبا أيضا عدد كبير من اللاعبين في فريق السنغال، ومع هذا نعم. أخذ كأس إفريقيا. محمد، هذه التغييرات التي تأتي دائما نعم. بنتائج الإيجابية. ميدو، كلمة على المغرب وتوقعك لترتيب هذه المجموعة. تفضل. المنتخب المغربي كان سبقني قاسي سعيد تحدث، وحتى حسين قال دائما. اعتقد بانه لما تشوف قوائم المنتخب المغربي مثلا منذ سنه 2004 وصولا الى غايه قائمه اليوم 2024، دائما ما امتلك افضل القوائم من حيث اللاعبين. نتحدث عن منتخبات شمال افريقيا من حيث اللاعبين المحترفين في الانديه الكبيره، لكن في كل مره يعجز. في المرة الماضية مثلا قبل في 2022 وقفوا المنتخب المصري لو تتذكرون جيدا تلك المباراة، وكان المنتخب المغربي كان قوي. في الدورة التي قبلها خرج على يد منتخب البنين في الدور سنة 2019، أقصاه المنتخب البنيني في 2017 كان من المرشحين، وأقصي في 2015 نفس الحكاية. لذلك أعتقد بأنه المنتخب لم يتأهل على ما أعتقد. 2015 لم يتأهل نعم. في 2015 المنتخب المغربي كان مقصى أمين، كان مقصى بسبب رفض التنظيم. نعم. كان سمح في التنظيم وراح مشى الغينيا الاستوائية تنظيم. المنتخب المغربي طالما امتلك لاعبين أصحاب جودة كبيرة، لكن ربما مشكلته في المجموعة مع والد الكراكي. هنالك أحاديث عن أن المجموعة في المنتخب المغربي تعيش جيدا، لكن يبقى دائما هاجس إفريقيا. كلما نزلت في إفريقيا وتغمقت أكثر كلما ضاع المنتخب المغربي في النسخ التي تقام في إفريقيا السوداء. شأنه شأن الجزائر وقليلا تونس، بينما يبقى المنتخب المصري هذه المرة دائما اختلاف في العقلية المغربية. لكن حذاري من الاغترار بأن المنتخب نشط نصف نهائي كأس العالم. كأس العالم في قطر شيء، وكأس أوروبا في أوروبا شيء، والكان في أدغال إفريقيا شيء آخر مختلف تماما. حتى الركراكي كان تحدث على هذه النقطة، وأكد أنه هو لا هو ولا لاعبيه لا زالوا يتذكرون إنجاز قطر. الآن كل شيء مرتبط بكوديفوار وكان كوديفوار. لو شاهدنا أو استعرضنا تشكيلة المنتخب المغربي، واحدة من أقوى التشكيلات في إفريقيا إن لم تكن أقواها على الإطلاق. ناصر مزراوي بايرن ميونخ، ياسين بونو، زياش، أناحي، مرابط لاعب مانشستر يونايتد، العديد من اللاعبين المميزين. نعم، وصلنا إلى نقطة النهاية.